السلام عليكم. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض اكله كده برضو سهله وسريعه، ومش هتحتاج مننا برضو تفاصيل كتير، كله في حله واحده. هنعمل مع بعض مكرونه باللحمه المفرومه. مش هعملها طاجن، هعملها مكرونه باللحمه المفرومه بطريقه هتعجبكم قوي، وبتتبيله للحمه حلوه قوي، هتودي لكم المكرونه في حته تانية يعني. بصوا، كان عندي حته اللحمه المفرومه دي مش كبيره وكويس يعني، حبه يعني حجمها كويس، حته كده كانت باقيه عندي في الفريزر، قلت اعمل بيها اكله كده تشبع البيت كله. يلا نعمل مع بعض اول حاجه تتبيله الايه. نشوف هنعصج اللحمه ازاي. الاخضر وفص ثوم هنضربهم مع بعض وننعمهم في الكبه كويس قوي. نحطهم في الكبه اهو. بسم الله. البصل والفلفل وفص الثوم، فص واحد بس، لما بيتضربوا كل دول مع بعض في الكبه، البصل مع الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر وفص الثوم، بيدوا ريحه حلوه قوي لتعصيجه اللحمه بالذات للمكرونه. يعني لما تكوني تعملي لحمه مفرومه، مكرونه باللحمه المفرومه يعني. بسم الله. بعد ما ضربنا بقى البصل مع الفلفل والحاجه اللي انا وريتها لكم، هنحط هنا معلقه زبده. بسم الله. هنزل عليها البصل اللي انا ضربته بالفلفل. بصوا اصلا لونه مش قادره اقول لكم بقى ده لما تعصجوا بيه اللحمه بتاعت المكرونه. وبرده نفس الخلطه على فكره تعمليها لو هتعملي طاجن المكرونه بتاع المحلات، بتفرق قوي 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 والله. خطوه انك تضربي مع البصل فلفل احمر وفلفل اخضر وفص ثوم، بتفرق جدا 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 في تعصيجة اللحمه بتاعت المكرونه. هننزل هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم قطعه اللحمه بتاعتنا بعد ما شوحنا في البصل شويه. بسم الله. هنزل بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم برشه فلفل اسود حلوه كده بهار اللحمه. بسم الله. ورشه بابريكا تديها برضو لون وريحه حلوه قوي. والملح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بقى تتعصج ونروح نعمل ايه الصلصه بتاعتنا دلوقتي بقى. حلوين. هنضرب مع بعض الطماطم دي في الخلاط، نعمل بقى الصلصه بتاعت المكرونه. نحط هنا فصين ثوم، حاطه فلفل اخضر، هنضربهم في الخلاط ونحط شويه زيت في الحله ونرفعهم على النار. حطينا هنا شويه زيت يسخنوا وهنزل عليهم ايه بسم الله الرحمن الرحيم بالطماطم بتاعتنا. حاجه بعد ما ننزل من الصلصه رشه السكر بتاعتنا عشان ايه الحموضه بتاعت الصلصه دي لسه ايه تتسبك. هنحط لها بقى ايه رشه فلفل اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. ورشه كزبره. طبعا ايه الملح بتاعها. بسم الله. وادي اللحمه بتاعتنا اهي اتعصجت. هنزل عليها بقى بشويه ايه صلصه من اللي انا مسبكاهم من المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحبش احط الصلصه بتاعت على اللحمه الا لما تتسبك عشان تبقى ما تديش ريحه. مش لما بحطها وهي من غير تسبيكه بتدي ريحه صراحه زفره كده، بتظهر زفاره اللحمه، ما اعرفش ليه. دلوقتي بقى غدانا بقى جاهز. اسرع طبق مكرونه ممكن تعمليه بحته لحمه مفروم او حته لحمه مفرومه يعني، بصي صغيره جدا. احنا بس بايه بنعمل كده الاكل بشكل مختلف شويه لاولادنا. عملت جنبها شويه شطه زيت، احنا بنحبها هنا جدا جنب المكرونه دي. انا دايما بعمل المكرونه دي بيضه، بس انا قلت المره دي ايه نغير يعني ونخلي لهم ايه صلصه من فوق عشان ولادي ما بيحبوش المكرونه البيضه قوي يعني. شكلها تحفه ازاي. اكله سريعه ويعتبر من الاكلات الموفره. لو عندك حته لحمه مفرومه صغيره قومي عصجيها واعمليها زي ما وريتها لك كده، هتعجب ولادك جدا وهتديها طعم حلو قوي للمكرونه. تحطي جنبها بقى بطاطس لو حابه. انا ولادي ما حبوش النهارده بطاطس جنبها. دي كانت غدانا النهارده بسيط وموفر ولذيذ. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون اديتكم فكره او استفدتوا مني بحاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتستنونا في فيديوهات جايه كتير. سلام.